ديك الحاله وكيخرج، كنقلبوا عليه ونرجعوه. واخر مره 4 شهور هادي بزاف بقيت كنقلب عليه من الرباط للسلا للكوميساريات الفوريان من هنا لهنا لهنا. وفجاه دخلت كنقلب، قال لك راه كاين واحد الولد كيشبه لهاد السيد هذا اللي عندك في الصوره. صافي ما نقدرش ندخل، قال لي دخلي تشوفي، قلت ليه لا ما نقدرش ندخل نشوفه، يجي شي حد من العائله با ولا هذا يجي يشوفه. بالفعل جا باه. مع الانسان ملي تيبقى واحد المده وديك الشيء سبحان الله العظيم كنتغيروا، كنا كنرجعوا شكل واحد، ما كنبقاوش في الطبيعه ديالنا. قال هو رانا باه راجل كبير ما غاديش يعرفوا ملي خرج، ماشي بحال اللي بقى مده ومريض وداك الشيء. قال هو صافي راه ولدي غادي يموت وما شفتوش ما هزيتو ما حطيتو. كنكون ناعسه في الليل تيقول لي هذاك راه ماشي ولدك اللي دفنتي وداك الشيء، راه ماشي ولدي، ولكن كلشي تيقول راه ولدك هذاك، راه ولدك راه ولدك راه ولدك. اقتنعت وداز داك الشيء مزيان الحمد لله. كنبكي على حقاش حسيت انا عرفت بلي راه ماشي ولدي واخا ما شفتوش، حسيت بالداخل ديالي هذاك راه ماشي ولدي. وكملنا وبان ولدي مده ديال السيمانه، وشافوا شي حد في الشاون جيت قشور باللحيه ومحن ومرت وضعيف. واحد السيد من العائله ديال خويا تلاقى بصاحبه في الحي ديالنا في كبرتانه، قال لي ياك لاباس مالك شتك ضعيف؟ قال لي ودي راه كانت وانت؟ قال لي راه انا كنت مسافر. قال لي وشنو عندك شتك بين الحاله ديالك ماشي حتى تما؟ قال لي راه كان عندنا جنازه. قال لي ديال من؟ قال لي ديال ولد اختي. قال لي هنا هو؟ قال لي عادل. قال لي عادل؟ قال لي يا عادل. قال لي ودي عادل رانا شفتو هذه 4 ايام شفتو في اقشور، ما صدقوش وما قدروش يقولوها لي انايا لحقاش انا مابقاش عندي ولات حاله عصبيه. مشى خو جابو، مشى واش غيلقى ولا ما يلقاش. المهم دار محاوله، مشى كيجري في الكار قبل كاع ما يوصل ولا تا فات الكار فين غادي يوقف، حتى كيبان ليه راه هو غادي غير بوحديتو. وقف الكار ومشى كيجري ليه، عيط عليه عرفوا بلا راه هو وجابو. والوقت الثاني اللي جابو انا ما بقيتش تصدمت، ما بقيتش عرفت راسي واش هذا اللي دفنت ولا هذا اللي واش ولدي الحقيقي اللي جا ولا الاخر اللي دفنته هو. راه كنحسبو راه بحال ولدي وكثر كاع ملي كنتفكرو كنتألم، كنقول يا ربي يبين الوالدين ديالو ويرحموا عليه، وانا غادي نبقى نرحم عليه، ما حد يحيق في الدنيا غنبقى نرحم عليه. بناتي كيمشيو يقراو عليه ويرحموا عليه. والله الا حسيت بحال اللي جوج توام، عادل رجع والاخر مات. واش ولدي فرحت وحسيت براسي ما بقاش عندي لا يدي لا رجلي، غير كنشوف فيه، ولكن حسيت بالاخر راه مات. انا ولا عندي جوج، ولا عندي عادل ولا عندي المرحوم الله يرحمه. هذا ما بحال لي راسي شويه جاتني مفاجاه غريبه بزاف، لحقاش عندي جوج حالات. الحاله الاولى كنقول ولدي راه مات، الحاله الثانيه تنقول ولدي راه باقي عايش. وملي رجع عادل تيبان لي الاخر، تيبان لي المرحوم الله يرحمه اللي ما شفتوش، تيبان لي بلا راه هو اللي داز قدام الحومه والناس كتبكي والدراري تبعوه الصغار وكبار زعما سبحان الله العظيم. هذاك النهار الجمعه كان غيدفن مورا العصر، ولكن القدر ديال الله سبحانه وتعالى السياره سرعت وسرعنا حنا من وراها، وتنبكي تنقول له وليدي انت غادي قدامي وانا تابعك. وشويه تنقول لا هذا ماشي ولدي. كنشوف البحر ما كنحملش البحر، كندير يدي على جينا من جهه المحيط كندير يدي على الجنب اللي فيه جهه البحر، ما بقيتش كنحمل جهه البحر نشوفه. وملي جا الحومه لقيت الحومه كلها كان عرس ماشي كانت كنازه، كلشي الناس كتجري والناس كتوجد، الناس اللي غادي يرجعوا من الدفين، ما داكشي كاع ما كنت انا عرفتو غيكون. وهذاك اللي مشى انتظار ربي غيكون ان شاء الله في عريس الجنه وعريس القيامه. وحاجه وحده اللي تنقول للناس يردوا بالهم لولادهم ويديروا ليهم لاكارت راه ضروريه، والبحر يبعدوا منه كبير وصغير، انه هو غدار. الغدر كاين في البحر، 3 الحوايج اللي هما 2 حوايج بالاساس، العافيه والبحر ما هماش زعما غدارين.